السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل مع بعض العيش الفلاح الجميل اللي انتوا شايفينه دون. زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله عليه، العيش كله طلع حلو بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف انا هعمله ازاي معاكم. هنا بقى جبت اول حاجة الدقيق، نخلته وضفت عليه شوية ملح ابيض. وجبت هنا الخميرة دوبتها في شوية مية بردك وضفتها على الدقيق اهون. والمية تكون سخنة، يعني مش تكون سخنة قوي، يعني تكون حلوة كده، عشان احنا في الشتاء والجو ساقعة. ولو العجين اتعجن بمية ساقعة مش هيخمر معايا على طول، انما المية الدافية بتساعده اللي هو يخمر على طول. هنا بقى بحط المية شوية بشوية كده عليه، عشان خاطر العجين ما يجلبص مني ويعمل تكتلات كده، انما طول ما انا بحط كده بيتعجن معايا على طول سهل في سهل اهو. ولازم اعجنه كويس، عشان طول ما انت بتعجني العجين بتاعك كويس هتاخدي منه احلى عيش. ولازم الدقيق كله اللي في الطشت يدوب معاكي في قلب العجين كده، يعني انا بجيب من تحت لفوق واقلب كله في بعض عشان الدقيق كله يبقى ملان ميه ويتعجن معاه. زي ما انتم شايفين كده، هو انا بطب العجين كده، بس انا بس مسرعه الفيديو عشان ما ياخدش معاكم وقت كتير. هو هد حلو شويه في العجين، بس الصراحه يعني طلع احلى عيش وهتشوفوه دلوقتي. لو انتوا بقى وصلت معايا لحد هنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، ياريت تشتركوا في القناه عشان تكبر بيكم، وتعملوا لايك للفيديو. اهم حاجه الطب دون بردك اهون بيساعد العجين بتاعي بينعم. يعني انا كل ما بعجنه كتير بلاقي العجين معايا ناعم وبقى حلو. انا بردك عماله اطب في قوي اهون عشان ياخد حقه في العجن. انا بقى خلاص خلصت عجن بقى، بحط على وش كده شويه ميه كده، واغطيه بقى بالغطا، واحط عليه بردك بطانيه اي حاجه عشان خاطر يخمر معايا على طول. هنا بقى بعد ما العجين بتاعنا خمر اهوت ما شاء الله عليه، خد حقه في الخمر زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى نزلنا تحت في اوضه الخبيز انا وام محمد، ربنا يديها الصحه يا رب، اختي محمود جوزي، ربنا يديها الصحه يا رب. خبزت معايا بردك وعجنت معايا، ولما خمر خدناه بقى ونزلنا تحت اهو. واول حاجه بقى عملناها مسحنا الطول كويس ورشناه بالرده كده زي ما انتم شايفين، وبنقرصه اهوت على الطول. هو العجين معانا مرق حلو، ولا هو ما هوش يعني مرق قوي، ولا هو يابس قوي، فهو مظبوط معايا. لو يابس معاكي ممكن تحطوا له شويه ميه صغيرين وتظبطيه تاني. هو كده معايا مظبوط اهون، عشان كده بغرسه بميه، والميه دي فيها شويه زيت. الزيت بيلمع معايا العيش كده، من لما بيجي يتخبز بتلاقيه شكله حلو كده وبيلمع كده. انما لو العجين بتاعك مرق ممكن تقرصيه بردك بدقيق عادي. احنا بقى سيبناه لما رفع الاول، بيقعد يجي قعد يجي ساعه الصراحه على ما رفع. لما بياخد حقه في الرفع بتاخدي منه احلى عيش. هنا بقى سخنا بقى الفرن وكنسناه، وبنحط اهوت على المطرحة عشان نخبزه. انا اول حاجة بقى بفرده كده كويس عشان يتخبز سهل على طول، ما ياخدش معانا وقت. أهو زي ما انتوا شايفين كده، هو بفرده على ايدي واحطه على المطرحة اهو. شايفين العيش ما شاء الله عليه، هتشوفوا دلوقتي لما يتخبز هيعجبكم اوي. كفاية ان انت عجناه في بيتك بمية نضيفة وبنخلة كويس، اضمن من اللي بيتباع بره بكتير. اللي بيتباع بره ما احناش عارفين نخلينه ولا عاملينه بمية نضيفة ولا مش نضيفة. ما شاء الله شوفوا بقى العيش. بننفض الاول منه الردة كده كويس، عشان خاطر الردة لو سبتها فيه هيتلهي من تحت العيش وهيشوط منه. اهو شايفين يا جماعة العيش ما شاء الله عليه، كله هون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
احنا بقى بعد ما خلصنا خبيز ما شاء الله بقى على العيش اهون زي ما انتم شايفين اهو. الله اكبر عليه، كله طالع يعني مقاس واحد اهوت، وكله مستوي من فوق ومن تحت وما شاء الله عليه. ما تنسونوش بقى في لايك واشتراك، وتحط لي تعليق حلو قوي عشان يشجعني. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.